تعالوا نعمل مع بعض بودنج الشوكولاتة لذيذ وسريع وأحلى من اللي بيتباع في السوبر ماركت. ده لسنة أولى مطبخ، من أول الحاجات اللي احنا اتعلمناها في المطبخ واحنا صغيرين. كان لازم على أيامنا كل ما نرجع من المدرسة نلاقي التلاجة فيها أي حاجة حلوة، جيلي، كاسترد، بودنج، رز بلبن، أي حاجة من الحاجات الحلوة دي بأيام الزمن الجميل. حاجات سهلة وبسيطة وما فيهاش تفاصيل كتير زي الحاجات اللي طلعت علينا اليومين دول. والخطوات منتهى السهولة. هنجيب كوباية اللي احنا بنشرب فيها الشاي عادي، هنعاير 4 كوبايات لبن، وعلى كل كوباية من كوباية لبن هنحط معلقة سكر ومعلقة نشا. يعني دول 4 معالق، دول 4 كوبايات لبن عليهم 4 معالق سكر، 4 معالق نشا، كل دول بالمعلقة اللي هي المعيارية. كل ده طبعا والنار لسه مطفيه، مش هولع النار خالص الا لما اتاكد ان النشا داب علشان ما يكلكعش. اول ما احس ان النشا داب هنزل عليهم بالشوكولاته، برضو لكل كوبايه لبن معلقه من الشوكولاته، والشوكولاته خام، يفضل خام، بلاش اللي هي فيها الكاكاو اللي هو بلبن ده علشان ما بيديش لون حلو ولا طعم بيبقى قوي يعني. بس هنفضل نقلب بقى بعد ما ولعنا النار، ونفضل نقلب لحد ما القوام يتخن معانا. واول ما نحس ان هو ابتدى يتخن ويبقى فيه فقاقيع كده على جنب وياخد غلوة، هنطفي عليه وهنصبه ونسيبه شوية لحد ما يهدى خالص، ونحطه في التلاجة لحد ما يبرد تماما. وبس كده، والف صحة وهنا. باي باي.